اخواتي، انا بشيل عن اي حد الحرج. انا عارف ان في ناس كتير ظروفها صعبه. لما بقصد اقول ظروفها صعبه يعني معنى كده ان في ناس كتير شغاله هنا من غير اوراق، فاللي بيشتغل من غير اوراق ده انا عارف ان بيقبض فلوس شويه. يعني مثلا لو واحد عنده باسبور هولندي او واحد شغال قانوني ساعته بتوصل 15 20 25 30 على حسب وظيفتك. بس في ناس بتشتغل هنا في النظافه وما عندهاش اوراق، فساعتها بتبقى ب 7 يورو ب 8 يورو، يعني لما بتبقى بتوصل 10 يورو. المهم الناس دول بيبقوا عايزين يجوا يحلقوا عندي، بس بيقولوا لي يا احمد مثلا انت بتقول الحلاقه عندك ب 35 يورو فكتير عليا. انا بشيل الحرج على كل الناس دولت وبقول لكم تعالوا حلقوا عندي وادفع اللي تقدر عليه، بس ما تخسرنيش. يعني مثلا الهولندي بيحلق شعره بيدفع 35 يورو، لما انت ظروفك صعبه كنت في يوم من الايام زيك بتدفع مثلا 25 يورو 30 يورو، فانا دلوقتي سايب لك تقريبا اكتر من نص حق. ولما بقول اكتر من نص حق، انت بتيجي تحلق شعر ودقن، هو الشعر ودقن الهولندي او الاوروبي بيجي يحلق عندي بيدفع 55، فلما انت تيجي تحلق عندي مثلا وتدفع 25 يورو او تدفع 30 يورو يبقى انا بسيب لك نص تعبي، يبقى انا كده عملت اكتر من اللي ربنا قدرنا عليه. يعني انا مش عاوز اخسر، انا بس بلم كده الدنيا، فاهم؟ انا مش عايز اكسب من وراك، بس برضو بفكر فيك لان انا كنت في يوم من الايام زيك، كنت عارف ان انا لما ادفع مثلا شعري ودقني 25 يورو او 30 يورو باجي احلق مرتين في الشهر او مره في الشهر، ده عادي. انما لو انت مستني اعمل لك اكتر من كده انا اسف، اقسم بالله انا كده عامل معاك فوق الصح. ليه حاسس بيك؟ لان كنت في يوم من الايام زيك. ما تنساش ان انا براعي ظروفك، فانت كمان تراعي انا فاتح فين، ايجاري كام، ميتي كام، غازي كام، كهربتي كام، الشغيله بتاعتي كام، بدفع ضرايب كام، فاهمني؟ فانا كده عامل معاك فوق الصح. فتعال احلق وما تحملش هم. انت يا عم على راسي، واقسم بالله اللي الاوروبي بياخده انت هتاخد اكتر منه، وهخليك تدفع نص اللي بيدفعه او اقل من نص كمان. اكتر من كده ما اقدرش اعمل لك حاجه. اخواتي شرفوني ونوروني، على راسي، ما تتكسفش، محل اخوك، تعالى ويا عم المكان مكانك. السلام عليكم.